عشان نفهم مباراة الفتح الرباطي ونستوعب اللي حصل في الماتش لازم نبدأ من الآخر من اللي حصل بعد الماتش. إناسيو بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قطع بطاقته وقلع مالطه وقال لهم هي دي قماشة اللعيبة اللي معايا ومش هتعمل أكتر من كده، ولو منتظرين حاجة أكتر من كده يبقى أكيد مش معايا لأني مش ساحر، وما عنديش وينجات لأن الإدارة باعوهم وما جابتش بدلهم وأنا مش موافق على اللعيبة اللي مشوا. كده نقدر نقول إن إناسيو هيلحق طيارة 7 إلا تلت. إناسيو والإدارة بيزهقوا بعض واللي يقول الأول هيخسر، بس اللي هيخسر أكيد في كل الأحوال هو فريق الزمالك وجماهيره. سؤال وجودي، أنت داخل البطولة العربية هدفك إيه؟ بطولة شبه ودية وتسويقية واللعيبة الكبار واضح إنك مش هتاخد منهم حاجة السنة دي، ليه ما تجربش ناشئين والصفقات الجديدة؟ هتقول لي اللعيبة الجديدة لسه ما تجهزوش، ده صفقة كاسونجو وإيشامبونج خلصانين من أكتر من شهر، ما تجهزوش كل المدة دي ليه؟ عشان محدش بيفكر لبكرة والكل متفرغ لأي حاجة إلا مصلحة الفريق. المأساة في أبهى صورها تمثلت إن الزمالك لعب أكتر من 85 دقيقة ب4 ديفندرات في الملعب، وده رقم تاريخي عالمي غير مسبوق يا فندم، ومع ذلك خسر الاستحواذ في المباراة بشكل كارثي ودخل فيه جونين بمنتهى البساطة من غير أي ضغط ولو من باب المجاملة. وبيلعب ب4 ديفندرات في الملعب ليه؟ لأنه بدأ ب3 ديفندرات في نص الملعب ومعاه 3 زيهم على الدكة بره، لعب منهم 2 كمان. الأسماء اللي على دكة الاحتياطي بتقول إن في كارثة بتحصل في قائمة الزمالك، لأن الزمالك مقيد 33 لاعب في البطولة وفي الآخر قايمة ال18 فيها 5 ديفندرات وما فيهاش غير وينجين، واحد منهم اتصاب بدري والتاني اتصاب في الشوط التاني ومفيش ولا صانع ألعاب. وآخرتها هتفضل لعبة القط والفار محورها الشرط الجزائي لغاية ما تفاجأ ان الزمالك بلا مدرب قبل ماتش المصري في الكاس بيومين او قبل الدوري باسبوع، والضحية الوحيدة هتكون جماهير الزمالك كالعادة، واي حد في المعادلة هيكون زي الفل. اللعيبة هتقبض فلوسها عادي، والادارة هتلعب انتخابات، والاعلام هيشتغل على اخبار الزمالك زي الفل، وهيعيشوا في تبات ونبات، وهيضحوا بالجمهور زي كل مرة عشان كلهم يعيشوا.